أن المرأة قالت لك هذا، فأنت تخبرها ابتداء: هل أنت تريدين تأسيس أسرة أم لا؟ فإن كان الطموح في تأسيس أسرة وأن تأتي بأولاد وتربين هؤلاء الأولاد أفضل من أن تربي أولاد غيرك. هي قالت، طرحت لها هذا السؤال يا شيخ، وقالت لي بأنها إنسانة تحب الأسرة وتحب الزواج، ولكن عندها طموح علمي وأكاديمي ومهني. لا، ما يستقيم، ما يستقيم، ما نجمع ما بين متناقضين أبدا، مستحيل. لأن الإنسان ما يستطيع أن يوفق ما بين الحياة الأكاديمية أو الحياة المهنية وما بين الأسرة، فلا بد أن أن تقصر في أحدهما، مستحيل. ولكن قالت لي يا شيخ، قالت لي: كيف تريدني أن أسمح ب20 سنة من التعليم في رمشة عين؟ خلاص، إذا بارك الله فيك، هي وضحت لك، أنت لا تضيع وقتها، أنت في سعة من أمرك، شوف لك، ابحث لك عن امرأة ما خسرت هذه السنين، تمام، وتريد هي تتوظف، تريد على قولتهم تريد أن تفعل أي شيء. لكن يا شيخ ياسر، والله 99% من المجتمع هيك. طيب يعني تريد تاخذها براحتك، خذها يا الغالي، انا وضحت لك الذي ندين لله به، انت بعد ذلك انا فاهمك يا شيخ. قلت لك 99% من مجتمعنا التعليم عندهم خط احمر، يعني خلي البنت تدرس. خلاص، ايش اسوي لك يا حبيبي؟ خلاص خذ، انت تريد تاخذ بالسوق براحتك، تريد والله تقول انا لا والله اريد ابحث براحتك، تريد ما تتزوج براحتك، تريد تاخذ لك كبيره هم براحتك، لكن احنا نوضح لك ما هو يكون معك الى الى مستقبلا. لان المراه، يعني اعطيك مثال، بما ان لا حرج على قولتك انت تاخذها براحتك، لكن خليني اوضح لك شيء. امراه بارك الله فيك قالت لك انا 20 سنه انفقت من عمري و30 بكيفها، 50 سنه براحتها، قالت لك لازم انا اتوظف وعندي طموح، انا اريد اقدر ذاتي، انا عندي غايه براسي تقدير الذات على على مبدا ماسلو، على مبدا روجرز. طيب على مبدا ان الموجود في الشريعه الاسلاميه، ان الطموح مالك تربين 2 3 على توحيد رب العالمين، لا هذا ما يوكل خبز، يوكل خبز تقدير الذات. طيب اجينا وياها لتقدير الذات، اجت صارت المراه عندك موظفه موجوده بالبيت 8 ساعات خارج البيت، انت 8 ساعات خارج البيت، رجعت اثنيناتكم تعبانين، تمام، بعدين وراها تتعاركون لين ما 8 ساعات تعبان وتعبانه، يا اكل من برا، تمام يا الغالي، وهذا الامر ما راح يستقيم. يا شيخ ياسر، ولكن انا اكمل لك يا الحبيب، الشباب اكمل لك يا الحبيب، خليني اكمل لك، الله يرضى عنك، انا اكمل فكرتي وبعدين قل لي الشباب ايش يسوون والنساء ايش يسوون. تفضل يا شيخ، تفضل. تمام يا الحبيب، الله يعزك ويرفع قدرك. ايش يصير؟ 8 ساعات هي برا و8 ساعات انت برا. كم نسبة هذا الامر في اليوم؟ راح 70% من اليوم ترى، لان وراها 8 راح تنامون 8 ساعات على ما تحضرون الاشياء اليوم الثاني. هي هذه الحياة، انت تقبل بهذه الحياة؟ تقول لي والله اقبل براحتك. بعدين اذا تريد تجيب لها طفل لو طفلين وتربونهم اثنيناتهم، وبالكثير ما راح، قل ان وجدت اناسا بنوا الحياة هذه على الحداثة بهذه الصورة، وعلى قولتهم طالت بهم المدة في الزواج. إن لم تكن الحياة الزوجية الأسرية مبناها على طاعة الله عز وجل، المرأة قارة في البيت، الرجل هو اللي يطلع برا يكد ويرجع لأهله، يلقى مرته موجودة تربي العيال. غير هذا الأمر لا تبحث. تقول لي والله 99% من تقول لي 1000% من المجتمع هكذا، هذا مو شغلي. ليش؟ لو أنا أعرف واحد يجيب له مرة من المريخ ويحطها ببيته أحسن له، كما قال الشيخ مقبل. أنا عارف إنه مو شغل، أنا عارف إنه مو شغلك يا الشيخ مقبل. يقول تجيب مرة من البادية أبدوية أفضل من الجامعية. ليش؟ لأن هذيك تأسس أسرة البدوية. أما الجامعية شو تأسس الجامعية؟ تقدير الذات. هي تروح تقدير الذات، وأنا طموحي أكاديمي، وهي تلقاها متجلببة وأمورها طيبة، لكن من تحت أنا أقدر الذات وروجرز بس ما راح تقول هذا الكلام، لكن الطرح الحداثي. تمام الغالي؟ أنا في آخر كلمة وأنزل يا ياسر. والله أنه يا أستاذ ياسر
صدقني انه لو تتبع الفكر تاعك فكر سوي سليم ما شاء الله، لكن والله لو تتبع وش كنت تقول انت والله تبقى بدون زواج. انت تبقى بدون زواج؟ اسمع يا الغالي، الشيخ لافي الان معانا ابو عبد الرحمن متزوج 7 ومثل الفكر مالي شو اسمه على قولته وين مش فكر هو هذا الشريعه الاسلاميه هكذا تمام. هذا ابو عبد الرحمن متزوج 7 تمام، وما اريد اذكر لك من الاخوه كم متزوجين معددين، وانت فكرك انت لا 1 ولا 2 تمام. منو التطبيق اللي شو اسمه، ولولا اني انا ما احب اتكلم عن حياتي الخاصه لذكرت امورا كثيره. وضحت يا الغالي؟ والله توضحت وجزاك الله خيرا. تمام بارك الله فيك حبيبنا الغالي. الحق ورا الجامع. تمام بارك الله فيك صحيح. هلا